النهارده هنعمل مع بعض فيديو هشيل فيه كل الحاجات الشتوي. هنا ده الدولاب بتاعي وانا عايزه اشيل كل الحاجات الشتوي من هنا وعايزه احطها في شنطه عشان خلاص الشتاء انتهى. عايزه اعمل ده معاكم فمستعدين. قبل ما نبدا انا كريمه بعمل فيديوز عن فاشن وعن ميك اب وكمان بعمل فلوجز عن حياتي اليوميه، فاعملوا فولو عشان تشوفوا كل الفيديوز بتاعتي. فيلا بينا نبدا الفيديو على طول. هجيب الكاميرا هنا. اوكي متهيألي كده احسن كتير. ده يا جماعه الدولاب، هنا كل الحاجات الشتوي. هنا لو عايزه اوريكم هنا كده دي كلها حاجات صيفي، انا خلاص شلت من هنا الشتوي كله. ده هيكون الستاند بتاع الصيفي لان خلاص اصلا خلاص صيفت. فاول حاجه هعملها هو اني هاخد من هنا، اديته من كام يوم وقلبته على ظهره وخلاص مش هستعمله تاني. ده شتوي فانا هحطه هنا. بتاعت الحاجات الشتوي كلها تحت هنا كده اسهل كتير. لما شلت ده وانا هقوم واخده ده كمان. ده يا جماعه بصوا تحسوا كده مدي على سانتا كلوز كريسمس قوي فايبس. ده برده خلاص فانا هحطه هنا. عندي برده الاحمر ده خطير، ما لبستوش غير كام مره في الشتاء كلها بس هو تحفه وبيدفي قوي وشيك قوي مع اغلب اللبس هنشيله. كمان عن صيفي فده هنخليه. عندي سوت يا جماعه بصوا ثواني احنا هنبهدل الدنيا انا عارفه، بس شتوي عليه شعر جولي عايز يتنضف بس هنشيله بقى للسنه الجايه ان شاء الله. نفس الكلام ده سوت شتوي مش عايزاها. كمان سوت شتوي ده انا مش محتاجاه في حاجه فده هنخليه على جنب هنا. برده السوت شتوي يا جماعه تحفه قوي ولونها خطير وبلبسها على طول. يعني هي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها بس خلاص انا مش محتاجاها دلوقتي فهنشيلها. صيفي ما اعتقدش ان انا هشيلها فخليها. انا برده محتاجه اروق المكان اخليه شكله حلو عشان لما اجي افتح الدولاب يبقى شكله كده فاهمين يفتح النفس وكده. دي كده كلها الحاجات الصيفي اللي انا هستخدمها في الصيف. هشيل بس دي. فانا كده الجزء اللي فوق ده دم حلو. بقى هنا ده بلبسه على طول في الصيف، مريح وخفيف وبسافر بيه فده برده هحطه فوق هنا. التايتس اللي انا بلبسه في الشتاء فده شتوي هحطه برده هنا. من اكتر الحاجات اللي فعلا بتضايقني قوي في الشتاء هو الجاكيتس، بتاخد مساحات كبيره قوي فبيبقى الموضوع بالنسبه لي مستفز شويه لان هي بتاخد مساحات كبيره وزي ما انتم شايفين الدولاب بتاعي اصلا صغنن. مساحات الجاكيتس مع الدولاب بتعمل لي حاجات كده مش بعرف احط حاجتي كلها. فانا هعمل دلوقتي هو اني خلاص هبدا بقى بالحاجات اللي انا خلاص مش محتاجاها وانا مبسوطه قوي 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 عشان خاطر الدولاب هيبدا يوسع فعارفه اشتري لبس جديد. الحاجه هشيلها ده صيفي، ده توب بلبسه في الصيف عادي وفي الشتاء فده بنخليه بره على طول. ده يا جماعه جاكيت بلبسه على طول في الشتاء طيب جدا، بعمله ستايلينج على كذا حاجه خطير قوي. وده عندي بقاله كتير قوي، ده بقاله كتير قوي قوي فده خلاص مش محتاجاه فانا هشيله زي ما هو بس شماعه. اوكي شلته وبحاول ان انا يعني اخليه بشكل حلو ولطيف عشان ما يكلكعش مني. فكر ان انا اشيل الشماعات من الحاجه عشان الشماعات حاساها تاخد مساحات كبيره قوي. هطبقه كده احسن. نفس الكلام هنا بلبسه في الصيف عادي فده هطبقه، هو مش بيتكلمش في الموضوع بسيط. هحطه هنا. بقى بعد كده هاخد الجاكيت ده يا جماعه. الجاكيت ده من الحاجات اللي انا بحبها قوي وياما كنت بلبسه واحط الزونت كان بيريحني قوي قوي. شكله شيك جدا وبيدفي جدا فما فيهوش غلطه. بس مش عارفه اوقات كده وانا بلبسه بيطلع مش عارفه بصوا ده مش عارفه بيطلعوا ليه الحقيقه بس اوكي. برده هنطبقه واشيل الشماعه. بس انا هطبقه كده يعني الايد على الجسم والده كده وبس كده هشيله بالشكل ده. حاجات التحفه قوي يا جماعه واللي بحب البسه في الشتاء وهو طويل. بصوا انا عايزه اوريكم طوله طويل قوي بيبقى شيك قوي قوي. بتحسوا كده ان انتوا في السكيم ومش في مصر عادي. بس الشتاء في مصر السنه دي كانت صعبه بصراحه. وكمان هو كان شكله شيك قوي ورحت بيه كذا مكان من الحاجات اللي انا بحبها قوي فبحاول على قد ما اقدر احافظ عليه. بحبه قوي قوي بجد يعني تحفه. الجاكيت ده والزيتي خدوا الشنطه كلها بس انا هحاول اضغط بقى فهنشيل ده كمان. بعد كده عند ده ما لبستوش كتير في الشتاء لان هو مش وحش، هو لطيف وكل حاجه بس حاسه ان انا بقى عندي حاجات شكلها الطف بيبقى حاساه فورمال اكتر فبرده ده. بس ده يا جماعه من الحاجات الشيك قوي 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 فبرده هنحط ده هنا. بس انا هخلي الشميز يعني انا هشيل بس ده اصلا خفيف مش تقيل قوي بس هو حراري يعني يعني تلبسوه مثلا في ايام الخريف بيدفيكم لان هو بيحافظ على حراره جسمكم وبيدفيكم. بس في ايام الشتاء قوي ده مش هيعمل اي حاجه يعني تحسوه ورقه بس هو حراري. الجاكيت ده كوت يا جماعه. معرفش بقى الكوت ده المفروض يتشال ازاي بصراحه، خايفه قوي. بس انا سمعت ان الكوتس الجلد ما يجيش على الجلد فاحنا ممكن نقلبه كده
تطبيقتين بس مش اكتر عشان ما يكرمش، وهحطه على الوش، مش هحط فوقيه اي حاجه عشان خاطر ما يعملش الكرمشه وبعدين تفضل موجوده فيه فتره طويله يعني. اوكي عندي كمان الاندر شيرت ده، بس ده هخليه مش هشيله من الشماعه دلوقتي. بصوا بقى في مساحه ازاي بروح واجي. برضو ده من الحاجات اللطيفه قوي اللي انا جبتها وشيك قوي قوي وبحبه قوي قوي. بصوا تحسوا تايجر برنت كده مختلف يعني، مش زي اي حاجه شفتها قبل كده. برضو من الحاجات اللي بحبها قوي يعني، العزيزه على قلبي. ده هحطه فوق الجلد على طول او هخليه تحت الجلد على طول، عشان انا سمعت ان الجلد المفروض ما يبقاش فوقيه اي حاجه خالص عشان ما يقشرش. واخر حاجه ده بقى من اكتر الحاجات التحفه اللي انا جبتها يعني. ده كان صفقه يا جماعه، الجاكيت الجلد ده اقسم بالله كان صفقه. بصوا شكله حلو ازاي. برضو هقلبه، بس ده مبطن بقى فده كان بيدفي قوي. التاني ده شكل بس مش بيدفي ولا اي حاجه، بس شكله حلو يعني. اوكي فده هقلبه كده، مش عارفه فين البتاع اللي كانت هنا. اوكي ده كده، وبرده مش هحط فوقيه اي حاجه، هحط فوقيه الجلد الورقه لان هو اصلا خفيف فمش هيعمل لي اي مشكله، فهحطه برده هنا كده. واخر حاجه ده برده من الحاجه، بس انا ده مش هشيله، ده انا هخليه لحد بس ما الدنيا تبقى خلاص صيف قوي. بس انا يعني حاساه مش تقيل قوي، فبصوا ممكن يتلبس في الايام بالليل مثلا حتى في الصيف، فده هخليه مش هشيله. لو حسيت ان انا مش محتاجه له قوي خلاص هبقى اشيله. اوكي وبس كده يا جماعه، انا كده خلاص شلت معاكم كل الحاجات الشتوي، فاستعدوا بقى معايا الفيديوز هيكون فيها ستايلينج كتير قوي قوي للحاجات الصيفيه ان شاء الله، وهنشتري هدوم جديده وهنعملها ستايلينج سوا مع بعض. فمتحمسه قوي قوي لكل الفيديوز اللي هنعملها سوا. بس ما تنسوش ان انتوا تعملوا سبسكرايب وتعملوا فولو كمان، وتلاقوني على انستجرام تيك توك فيسبوك. ما تنسوش تعملوا لي فولو هناك، واشوفكم في الفيديوز اللي جايه. باي باي.